السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم حنان ديريس. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات مالحين ديال الحوت وكيجيو صحيين بدون قلي. بقاو معايا نشوفوا مكونات وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي الحشو اللي غادي نديرو هنا 3 ديال البصلات يكونوا متوسطات، قطعتهم بهذا الشكل هذا، تيكون فرمتو رقيق. كنضيف عليه الزيت النباتيه القياس فاش غيتشحر، تشحر لينا البصله. ودابا كنضيف الملح كنضيف دابا الثوم، 2 فصوص ديال الثوم هنايا. طبعا الكميه والمقدار كيبقى على حسب عدد الافراد عندكم وشحال غادي تستعملوا ديال الحوت. كنقص عليها وكنبقى نشحر بها حتى كتبان ليا قربت كتذبل، ومن بعد نضيف ليها قطع ديال السمك اللي قطعتها قطع صغيره او مربعات. غادي نضيف عليها دابا شويه من القزبر حتى كيقربوا يطيبوا ونبداو نطفيو على المقله، وكنعاودو نضيفو شويه يكون اخضر مع المعدنوس. هذا فقط كنقطعو شويه غير باش يدير لنا النسمه ملي نحطو الحوت. صافي كنحركو. ودابا كنضيف السمك ديالي كما كتشوفوا اللي قطعته على هاد القطع هادي. ممكن طبعا هنا تستعملوا اي حوت كتفضلوا، ممكن تستعملوا الفرخ او الميرنا المتوفر عندكم. صافي هنا كنجهز العافيه، كنجهز عليها النار وكنبدا كنضيف التوابل. كنضيف هنا القزبريات، ابزار، فلفل احمر، كركم او خرقوم، والزنجبيل. كنحركهم جيدا، حاولوا تحركوا غير من اللور على هذا الشكل هذا باش ما يتهمش لكم الحوت ديالكم لانه كيطرخ دغيا. كنضيف هنا توابل السمك اختياريه، كنضيف كميه لا باس بها. كنضيف هنا شويه ديال المصير،
كيطيب لينا في مده 15 دقيقه، من 10 دقائق ل 15 دقيقه. القليل من السودانيه او الهريسه. ممكن طبعا تضيفوا كذلك معلقه ديال المطارد او الخردل الى متوفر عندكم. كنضيف الثوم بودره او حبوب على هاد الدرجه هذه. كنضيف كذلك معلقه صغيره ديال الزبده في الاخير ملي كنبدا نطفي عليه. صافي الا كنطفي عليه وكنضيف ليه عصير ديال الحامضه. كنحاول نجمعو فواحد البلاصه باش يشرب ليا العصير ديال الحامض، نخليه حتى يبرد مزيان وندوز باش نحضر معكم القمرون او الجمبري. صافي دابا كندوز باش نحضر معكم القمرون. كندير معلقه ديال الزبده، كندير شويه ديال الزيت النباتيه، ممكن طبعا تكتفيو بوحده فيهم، وكنضيف كذلك الملح كنخلي الزبده ديالي تطلق ومن بعد كنضيف عليها القمرون. كنشحرو دغيا في نار مجهده وفي 5 دقائق كيطيب. ممكن طبعا تستعملوا كذلك حتى الكالامار معاه، انا غادي نستعمل متوفر عندي دابا، وديروا معاهم كذلك الشامبينيون اللي متوفرين. صافي كنجهد عليه النار ومع التحريك غير بالمهل حتى كيبان لينا ابيض وتجمع. صافي كيكون انه طاب، لانه كيطيب على نار مجهده، كيطيب ب5 دقائق ما كنفوتوهاش. حيت كل ما خليتوه يطلق على نار مهيله كيطلق الماء. طبعا الا بغيتو تستعملوا كالامار غادي تسبقوه قبل من القمرون يطيب لكم شويه 5 دقائق قبل او 3 دقائق قبل، ومن بعد تضيفوا عليه القمرون. كما كتشوفوا ها هو راه بدا كيطيب. صافي كنكتفي انا بهذا القدر ديال الخياط وكنطفي عليه. صافي على النار كنرد الحوت اللي كيكون شرب ليا الحامض، وكندير عليه الشعريه الصينيه اللي كنكون درتها في الماء مغلي مده 5 دقائق. كنحرك الكل. ممكن طبعا تضيفوا كذلك الزيت المقطع.
كنخلطها نخليها حتى تدفى شويه معاها، ونضيف ليها كذلك القمرون اللي صايبت معكم. كنخلطوا الكل. صافي كنستعمل الورقه، ممكن تاخدوها جاهزه او تصايبوها في المنزل. انا خديتها جاهزه. صافي كنقطعها نفرقها هو الاول، كنبدا كنصغر بشويه بشويه حتى كنستعمل كميه، ومن بعد نهز كميه اخرى. صافي كنقسمهم على القياس اللي بغيتو. كنبدا كنعمر مباشره. وكنجيبو طاوه كنفرشو فيها ورق الطبخ، وكنبداو كنعمرو وتنحطو صافي. كنبدا كندهن بواحد الفرشاه، كندهن الورقه ديالي بالخليط ديال الزبده والزيت وشويه ديال التحميره باش تعطيني داك اللون الاحمر. صافي كنجيب الحشو ديالي اللي ضفت ليه الزعتر وضفت ليه الفرماج الابيض موتزاريلا محكوكه، وكنحط كميه من الحشو بهذا الشكل هذا. ممكن تضيفوا الفرماج الاحمر في هاد الفرصه هذه الا ما درتوش الموتزاريلا. صافي وكنبدا بكل سهوله نطويهم كما كتشوفوا بنفس الطريقه. كندير الثانيه كما كتشوفوا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي من الكميه كامله اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجي شكلهم
راقي ورائع والمذاق اروع. نتمنى يعجبكم وتجربوهم، وما بقى الا نقول لكم مع السلامه والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.